مرحبتين ومرحبا معانا ومعاكم الديك المحترم ابن الناس. ده ديك بلدي. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعمل فيه ايه. هنركنه كده على جنب. معانا بصلة، هي كانت كبيرة بس انا خرجت منها حتة كبيرة يعني. هنكمل عليها. زمان ما كنت الاقي ستي تعمل الفراخ البلدي او البط بالطريقة دي كنت بستغرب، كان بيبقى طعمها حلو قوي. لسه فاكرة الموضوع ده من قريب يعني، فقلت اما اجرب يعني، اجرب ستي كانت تعمل كده ليه. طبعا الناس بتاعت زمان دي نفسها في الاكل لا يعلى عليه. مين انت؟ مين؟ ثانية. ادخل وانت ساكت خلص. انت لابسه ورايح فين كده؟ انا مش عايزة اسمع صوت، طريق شغال. انت يا مال. طب نهدى شوية. طب يا ماما نعم. بص، مم. انا حبة كمون في ايدي. ده بهارات مش كمون. طب انا عاوز بهارات في ايدي وانا عاوز بهارات. انا عاوز يا ماما. كانت ريحة الاكل اقسم بالله بتجيب لاخر الشارع. بس يا حبيبي ده مش للحس، ده مش. صحتنا؟ هو انت اي حاجة ما راشق فيها؟ ما انا عاوز اخد منها. بس تاخد العيش عمال. لا ها. اديله كده في البصل مع بعضه. تمام، وهنيجي جايبين الديك كده محترم. هنحط طبعا هنا حتت الكبده والقلب والحاجات دي. هو اسمه ديك؟ ها يا ماما، هو اسمه ديك يعني؟ والله اسمه ديك. اسمه ديك يعني حلو. فلفل اسمر، بهارات، ملح، سنه ملح صغيره. ونحطها في الديك. شيل ايدك. هنحطها في الديك. الديك ده اللي كان الفيديو اللي فات، الفراخ الصغننه اللي كانت والله كنت جايباهم انا في اول الشهر اللي فات ده، لا اللي قبل يعني، دول كده عمرهم شهرين ما شاء الله يعني. انت حطيتهم كله؟ ما هو لازم نحطهم كلهم. لا. ونيجي بقى مقفلين كده. مقفلين. وهنعمل معاها بقى ايه، شويه رز بسمتي وحياة المصحف كده يعني. حلو مصري مصر. ماما عاوز من ده وفراخ من مصري وكفت. يلا ياك اللي انت عايزه. هنا بقى سيب الباب يا حبيبي، اقفوا ساكتين عشان اكمل لكم بقيه الحدوته. احنا طبعا هنجهز الاكل وهنوريكم احنا عملنا ايه في الديك. كفته. ما عملناش كفته، مش كفته. واسكت، اقف واسكت عشان اكمل لك الحدوته. اقف واسكت. عملنا كفته ورز بسمتي. لا هوريكم احنا عملنا ايه في الديك، وهوريكم كمان احنا عملنا الرز البسمتي ازاي. يعني رز مصري بس عملناه بطريقه البسمتي. نبدأ الحكاية. المهم جنب بقى بيت جدتي من الناحية التانية كان ايه؟ اقف بقى عشان اكملك بقية الحدوت. خليك على جنب هناك. كان في
حتة يعني حتة أرض كده إيه، تجيلها حوالي 3 قراريط مزروعة إيه بقى، مزروعة قصب. الجنب اللي هو فيه ماما عملتنا بصل جديد. ماما عملتنا بصل جديد. طب اسكت بقى. الجنب اللي هو أصلا فيه مدخل البيت الأساسي، جدتي بقى كانت عاملة فيه إيه، ده كان مزروع من على الصفين حاجة كده اسمها علف فيه، كانوا بيأكلوه للبهايم. وقصاده بقى يعني قصاد المدخل كان طويل كده بتاع مسافة حلوة يعني، مسافة 3 قراريط من جنب البيت من الناحية التانية، زارعين فيه ايه بقى، قصب. كانت ستي بتبيع للعيال عود القصب. اقف يا حبيبي اقف عشان اكمل لك حاجة. بتبيع عود القصب، روح ارجع ورا عشان احط البتاع في الزيت، بشلم وبريزة، يعني الصغير كان بشلم والكبير كان ببريزة. متقطعة. خلاص بقى هي هديت اهي. الجنب ده يا عم خلينا نكمل الخضار. الجنب بقى ايه، وعلى حروف القصب كده والزرع شوك. ليه بقى زرع شوك؟ عشان العيال بتوع الشارع ميسرقوش قصب، هي مش واخدة بقى التنوير التنوير. وكانت بالليل لما هي كانت بتنام ان احنا بنروح ايه بنعمله ايه، كانت نص القصب ناخده ايه العود اللي هو الكبير ده، وكأنه كان عود كده وناخده نشتري بقى من الغرب. وكان كتير ونغوص كده على بعض كتير خالص. المهم انت تحديثة كده النهارده هنبتدي بقى ان احنا ايه نهتم بالاكل اللي احنا بنعمله. ارجع ورا. طب ماشي ارجع ورا. وهنا بقى خلصنا هنغرف اهوت الرز. انا هنغلب شوية الرز. مش هسمع صوت. ماما عايزه اقول لكم على كام تركايه كده مع الرز ده. انا اقول هنغرف الرز بس. هنغلب في الرز بس ونص بسمتي بس. ماشي ارجع ورا. وبعدين ناكل نم 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 نم. بص بقى يا ستي، عايز تعملي الرز البسمتي ما تزودهوش ميه، يعني يا دوب تبقى مغطيه بحبه صغيرين كده. بصي الرز عامل ازاي، ده رز المصري تحفه معمول بطريقه وحياة المصحف الرز تحفه وحلو. بصي على رأيه وحياة المصحف الرز تحفه وحلو وريحته اقسم بالله فظيعه. طبعا هنشيل بقى الحاجات اللي احنا حاطينها دي. اطلعوا ورا انتوا الاثنين بسرعه بسرعه. والله العظيم الواحد بيتعب في الفيديوهات مع العيال دي. عند الفلاحين نسلق البصل صغير كده مع الفراخ ونحطه بقى كده ايه. طبعا انا ما عملتش غير واحده بس، ودول قاعده اساسيه لازم يتعملوا، ان ما اتعملوش ما احناش قاعدين على الاكل.
دول. تمام كده. تمام كده. ايوه تمام كده يا عم ألف الحاج. لايك بقى وكومنت حلو كده زيكم، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل ما هو جديد. يا ماما. انا زهقت، حد ياخد العيال دي